الدكتورة نايا، والتي جسدت دورها الممثلة الموهوبة جاسون كالتيا، أثارت قلوب المشاهدين بشخصيتها القوية والشجاعة في مسلسل وادي الذئاب. وقد أثار اختفاؤها الغامض تساؤلات عديدة بين محبي المسلسل. في هذا الفيديو سنقوم بالتحقيق في اختفائها الغامض الدكتورة مايا بعد اختفائها المفاجئ في مسلسل وادي الذئاب. أين ذهبت؟ ماذا حدث لها؟ انضم إلينا ونحن نكشف الحقيقة وراء هذه الحالة الغامضة. لا تنسى الإعجاب والمشاركة والاشتراك للحصول على المزيد من المحتوى المثير حول مسلسلاتك المفضلة. بابا عمر، لكم عنا خبر حلو. حلو، خير إن شاء الله يا ابني. نحن أنا ونايا قررنا نتزوج. إن شاء الله ألف مبروك يا ابني. شو هالخبرية الحلوة؟ الله يوفقكم يا ابني، والله يتمم على خير. آمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا أعزائي متابعي قناتنا وادي الذئاب الفوضى، وحلقة جديدة، وهذه المرة مع الممثلة التركية جاسون كالتيا، والمعروفة بشخصية الدكتورة نايا زوجة عبد الحي جبان في مسلسل وادي الذئاب. الممثلة هي من مواليد مدينة إسطنبول، وقد ولدت يوم 3 مايو عام 1987 ميلادية. ويعتبر مسلسل وادي الذئاب هو أول تجربة لها في عالم التمثيل. الدكتورة نايا كانت زوجة عبد الحي في المسلسل، وبعد موت عبد الحي اختفت تماما من المسلسل بشكل غامض، ولم يتطرق المسلسل عن سبب اختفائها الغير المبرر، لكن تبقى هناك عدة احتمالات يمكن أن يكون وراء هذا الاختفاء الغامض. من بين الاحتمالات قد يكون اختفاء الدكتورة مايا هو بمثابة طريقة لإنهاء قصة شخصية معينة في المسلسل، وذلك بدون الكشف عن مصيرها، وهو ما يترك المجال للمزيد من التكهنات والنظريات بين المشاهدين. وقد يكون السبب أيضا هو ناتج عن تقديم أحداث جديدة في المسلسل، أو للكشف عن جوانب أخرى مخفية من الشخصيات أو القصة الرئيسية للمسلسل. وقد يكون سبب اختفائها أيضا هو ناتج عن تقديم أحداث جديدة في المسلسل، أو للكشف عن جوانب أخرى مخفية من الشخصيات أو القصة الرئيسية للمسلسل. وقد يكون اختفاء الدكتورة مايا جزءا من زيادة التوتر والإثارة في قصة المسلسل، فالشخصيات التي تختفي فجأة في المسلسل يمكن أن يؤثر الكثير من التساؤلات والتوقعات لدى الجمهور، وفتح الباب على العديد من الاحتمالات. وفي بعض الأحيان يكون سبب الاختفاء بسبب أسباب إنتاجية وراء اختفاء الشخصية، مثل انتهاء عقد الممثلة أو الممثل، وقد يكون بسبب تغيرات في فريق الكتابة أو الإخراج، وقد تكون هناك مشكلات أو خلافات مع فريق الإنتاج أدت إلى خروج الممثلة من المسلسل. فبغض النظر عن هذه الأسباب والتكهنات، يبقى شيء واحد هو المؤكد: ستظل شخصية الدكتورة نايا زوجة عبد الحي دائما في ذاكرة المشاهد كشخصية قوية وملهمة في مسلسل وادي الذئاب. في النهاية، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا أن تدعمونا بالضغط على زر اللايك ومشاركة المقطع مع أصدقائكم، وإن كنت غير مشترك بعد أدعوك للاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. دمتم في رعاية الله، وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله.